السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وحال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض بط متحمر في الفرن بطريقة روعة وتسوية ممتازة. شايفين الجمال. هنعمل مع بعض كل التكات، وهنعمل مع بعض كمان ممبار بخلطة سحرية تحفة خطيرة. لو جربتيها مش هتعملي غيرها. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض وهنحضر ايه. معايا بقى هنا البطة بتاعتي، انا جبتها من عند الفرارجي بحالها كده زي ما هي. تمام. عندي بقى هنزل عليها بكوباية دقيق ذرة. تمام. وملح خشن وبيكنج صودا. تمام. وهفرك بقى في البطة بتاعتي بالشكل ده، هفركها قوي بقى كده. لو فيها اي ريش صغير او اي زفارة هتطلع منها، هفرك بقى فيها من كل الجوانب كده بالشكل ده، عشان لو فيها اي حاجة تطلع معايا، اي بقى جدور، اي ريش صغير، اي ريحة مش مستحبة، اي ريحة زفارة ما شاء الله تلاقيها طالعة معاكي وزي الفل. معايا بقى نص ليمونة كده فوق الخلطة اللي انا عملتها. نص الليمونة دي هغسلها بقى بالشكل ده كده بالنص الليمونة. تحسوا كده ان البطة بدأت الحاجات اللي عليها تفور معاكي بالشكل ده، وبالمية بقى كده، وهغسلها كويس واشطفها من بره ومن جوه، وتبقى معاكي بيضة وزي الفل وزي القشطة زي ما انت شايفة كده. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى معايا مية مغلية على النار، هنزل فيها بالبطة بتاعتي وهسيبها لحد ما تغلي بدون اي اضافات. واول ما تغلي لو في اي ريم او اي حاجة زيادة كده على الوش بنشيلها. مفيش خلاص. هننزل بقى بطماطم وبصل وجزر وكرفس وفصين توم صحيح. تمام. بالشكل ده. وعندي بقى كمان هنزل بالفلفل الاسود وحبهان وقرنفل وكبوبة صيني وورق لورا وعود قرفة وربع معلقة سكر. تمام. هدوب بقى الحاجات دي كلها كده في الشوربة وهسيبها بقى لحد ما تستوي. تمام. طبعا زودت لها ملح بعد ما استوت. عندي بقى هنا البطة بتاعتي بعد ما استوت وبردت، عندي جبت معلقة سمن بلدي. انا بحب قوي ريحة وطعم السمن البلدي في تحمير البط، حاجة كده بتفرق معاكي في الطعم وبتخلي طعمه خطير. جبت معلقة سمن بلدي عليها معلقة صلصة وشوية ملح صغيرين ورشة فلفل وقلبتهم كويس مع بعض، وهدهن بقى البطة بتاعتي بالشكل ده من جميع الجوانب كده. هغلفها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما انتوا شايفين كده، وادخلها بقى الفرن تحت الشواية. اصلا البطة بتاعتي مستوية فانا عايزاها بس تاخد لون. تمام. كده خلصنا البطة وندخل على الممبار. معايا هنا بقى كيلو الا ربع رز مغسول ومتصفي، عليهم كيلو ممبار. كيلو الممبار خد معايا كيلو الا ربع رز. كان كيلو، هو كيلو، وكان عندي شوية كمان زودتهم عليه. تمام كده. معايا بقى الرز ومعايا الممبار ومعايا بصل متقطع ومعايا طماطم متقطعة صغير ومعايا فلفل رومي، وحطيت نص قرن كده فلفل حامي. تمام. ومعايا بقى الصلصة دي انا ضربتها في الخلاط، ضربت الطماطم في الخلاط وسبكتها قوي بدون اي زيت او سمن. تمام كده. تمام. هجيب بقى اول خطوة خالص، هجيب البصل بتاعي احط عليه ملح والفلفل وشوية كمون، معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة وسبع بهارات ومعلقة بابريكا. تمام. تمام. هحط بقى ايه نص معلقة سكر، نص معلقة صغيرة سكر عشان الحموضة بتاعت الطماطم. تمام كده. هتبل بقى البصل كويس قوي كده بالتوابل، هتبله كده قوي زي ما انتوا شايفين. وبعدين هجيب الرز بتاعي وانزل عليه بالبصل اللي انا تبلته. تمام. دي اول خطوة.
بعد كده هنزل بالطماطم المتقطعة صغير، وهنزل بالصلصة اللي انا عملتها. ماشي، دي زي ما قلنا طماطم مضروبة في الخلاط، وسبتها اتسبكت قوي قوي بدون اي زيت او سمن لحد ما بقت شكلها كده زي ما انتوا شايفينه. وهنا بقى نزلت بالفلفل الحامي والفلفل الرومي، وهنزل بقى بالكزبرة والبقدونس والشبت، وهقلب كويس جدا الخلطة دي مع بعض. على جمال الريحة يا بنات، مش قادرة اوصف لكم ايه جمال الريحة ولا الشكل ولا الطعم، حاجة كده ما شاء الله. نزلت بقى بشوية زيت كده عشان يديني اللمعة الجميلة بتاعت الخلطة دي. تمام، ولا بقى تقوليلي تسبيكة ولا احمر البصل ولا الكلام ده، ولا تسبيك ولا تقلية ولا الحاجات دي. ني في ني كده بقى، بالذات لحشو الممبار، اقسم بالله حاجة كده فوق الخيال، حاجة روعة 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 بجد. جربوها بنفس الطريقة دي ومش هتندم. معايا بقى هنا الممبار بتاعي مغسول ومتنضف كويس جدا. انا جبت الممبار بتاعي من السوق فريش. تمام، قلبته. اول ما جبته قلبته وغسلته كويس جدا بالدقيق والبيكنج صودا والليمون والخل والملح، وغسلته قوي مع بعضه. بعدين رجعت نقعته قلبته تاني، خليت الجهة اللي فيها الدهن هي اللي جوه، ونقعته بقى بشوية خل وليمون، وصفيته كويس في المصفى. وهو طلع بقى ايه في الاخر زي ما انتوا شايفينه كده، حاجة نظيفة جدا وحاجة بدون اي ريحة، والمادة اللزجة اللي بتبقى عليه من بره دي مش موجودة تماما، وحاجة كده ايه 100 فل وعشرة. تمام. هنا بقى هنحشي الممبار بالشكل ده بطريقة سهلة جدا جدا. انا عارفة ان في بنات كتير بتحمل هم حشو الممبار، احنا ما بنعرفش نحشيه. لا، الطريقة دي بقى لو عملتيه كده هتحشيه بكل سهولة، ولو قدامك كمية كبيرة جدا هتخلصيها في وقت بسيط قوي. شايفين؟ نحط بقى الرز في الممبار وافرده كويس قوي، وما كبسش الممبار رز، هما شوية رز صغيرين وافردهم في الممبارية كلها علشان لما يجي الرز يستوي يلاقي مكان يزيد فيه. تمام. شايفين بقى بقلب الممبارة على الصباعين دول والصابع الكبير، وبفتحه كده وبدخل فيه الحشوة زي ما انتم شايفين كده. تمام. هفرد بقى الحشوة بتاعتي زي ما انتم شايفين في الممبارة كلها، واسيب حتة فاضية من تحت وحتة فاضية من فوق علشان لما الرز يجي يستوي ويزيد ما يخرجش من الممبار. شايفين؟ مش مكبوس، حاجة كده جميلة، وفي السوا هيبقى حلو قوي، وهتبقى حاجة كده ايه ناعمة معاكي وطرية، مش مكبوس قوي ومتكبس كده وتحسي ان انت بتاكلي رز. لا، خففي الرز شوية في الممبار تحسي ان انت بتاكلي ممبار بجد. تمام. شايفين بقى الحشو سهل ازاي؟ عفوا. خلاص كده بقى خلص الكمية بتاعتي كلها، وهرجع اوريهولكوا بعد ما اتحشى كله. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها اهو. شايفين الممبارة مش مليانة، مش مكبوسة قوي رز، عشان لما تستوي معايا ما تبقاش متكبسة قوي كلاتها رز كده وملهاش طعم ممبار. خلاص كده خلصنا الممبار. معانا بقى مية بتغلي على النار. تمام. هنزل بقى عليهم بشوية شوربة بط. يا سلام يا سلام يا جماله. الشوية دول بقى اللي هيخلولك طعم الممبار وريحته تحفة. خلاص نزلت بشوية شوربة بط، ونزلت بمكعبين ماجي وشوية فلفل اسمر وملح وحبهان وعود قرفة خشب وورق لورا. كده بقى اول ما المية بتاعتي بتغلي هقوم نازلة بالممبار واحدة بواحدة كده، ارصهم جنب بعض بالشكل ده. هحط بقى الكمية بتاعته كلها، لان انا عندي ال العجان اللي انا بسلق فيه ده كبير ما شاء الله، ما عنديش حلة تقضي كمية الممبار، فجبت العجان ده حلو قوي بيساعدني على سلق الممبار. كده بقى هنا حطيت الممبار كله اهو، ده كان شكله. هغطي عليه بقى واسيبه من ساعة لساعة الا ربع.
هيستوي من ساعة لساعة الا ربع. من بعد الساعة هبدأ اطلع من براية واشوفها استوت ولا لا. استوت خلاص تمام هطلعه، ما استوتش هسيبه كمان ربع ساعة، بس ما سيبوش اكتر من كده. تمام. او ممكن برضو تحط الممبار وتسيبيه لحد ما يغلي، واول ما يبدأ يغلي تعيريله بالظبط ساعة الا ربع، ساعة الا ربع من بداية الغليان، كده تاخدي تسوية ممتازة. تمام. كده بقى الممبار بتاعي كله طلعته برد، وعندي طاسة على النار فيها زيت سخن، وانزل بالممبار بتاعي اديله بقى التحميرة الجميلة قوي دي. وده كان شكله بقى بعد ما اتحمر وخلص. ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة ما شاء الله تحفة، تحفة جدا، وطعمه حلو قوي قوي قوي، وكان مفلفل قوي، وخلطته بجد بجد كانت جبارة. ودي البطة بتاعتي بقى بعد ما اتحمرت في الفرن. شايفين بقى الجمال؟ شايفين التحميرة الجميلة دي؟ حاجة كده ما شاء الله، بألف هنا للي كلوها. تمام. حاجة جميلة جدا في العزومات، تنفع معاكي للعزومات والحاجات دي. تعالي بقى اوريكي تسوية البط كانت عاملة ازاي. هوريكم كده بقى البط وجماله والممبار وفلفلته وطعمه وريحته، مش عارفه احكي لكم عليه ولا ايه. تسويه البط كانت ممتازه، اللحمه كانت دايبه دوب. شايفين؟ حاجه كده جميله ما شاء الله، اللهم بارك. والممبار كان عسل 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 بجد، والله ما قادره اوصف لكم ريحته وجماله وطعمه. اجمل ممبار ممكن تعمليه. بألف هنا وشفا، ومع السلامه في رعايه الله.